السلام عليكم، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأسعد حال. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب العالمين. بقول لكم بقى طريقتي عشان كذا حد يعني طلبها مني. ازاي بفرز الخضره وتفضل معايا خضره كده اهوت وبتقعد معايا للسنه في الفريزر، وما اجي بطلعها بحطها على السلطه، بحطها على اي حاجه، بحطها على المحشي. اي حاجه بتحتاج الخضره بتطلعيها وبتبقى زي كانها فريش بجد يعني، ولونها ما بتغيرش وجميله جدا بصراحه. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تحطي لايك وتصلي على النبي وتعملي اشتراك. انا قناتي يوميات ومفاجآت احلى. ان شاء الله هتعجبك المحتوى بتاعي وتبقي من ضمن عيلتي. يلا بقى نقول بقى هنعمل ايه. ال- الخضرة اول حاجة لازم تجيبيها، تغسليها كويس، تنضفيها وتغسليها كويس وتنشفيها زي ما انت شايفة كده. كنت حاطاها في مصفى صفت كل المية وزي ما انتوا شايفين ناشفة خالص. بعد كده بتقطعيها القطع اللي انت عايزاها. يعني في ناس بتحبها رفيعة قوي تكون ناعمة، وفي ناس بتحبها بتكون ايه، تخينة شوية زي ما انت حابة بالظبط. المهم انك انت تقطعيها التقطيعه اللي انت بتحبيها. انا بحبها ناعمه شويه وساعات بحبها متوسطه للمحشي عشان تبقى ايه مديها طعم حلو يعني. زي ما انتوا شايفين ان انا بقطعها، وبعد كده ما بتقطعيها بحطها بقى في قلب ايه، قلب اكياس، قلب علبه بلاستيك، في قلب علبه بلاستيك، قلب اي حاجه زي ما انت عايزه. واقول لكم بقى على التركية انها هي اللي بتخلي انها تفضل خضرة وجرين لونها اخضر كده لغاية اخر يعني يوم. حتى لو قعدت معاكي سنة كلها في التلاجة ما مش هتتأثر. صليتي على النبي ولا لسه؟ عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتمنع منها الافاق، وعلى اله وصحبه وسلم صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا الى يوم الطلاق، وصلنا بين يديك يا عزيز وخلاق. احلى صلاه على النبي ديت. انا بحبها قوي اقولها وانا بشتغل، وانا بعمل طلبات البيت، وانا بروق ولا اي حاجه. حسيت لساني يعني على طول بالصلاه ديت في لساني على طول. الحمد لله تعمل حاجات كتير جدا حلوة قوي وبتجيب الخير، وبصراحة حلوة قوي يعني. الحمد لله نحمد ربنا. اللي بيلتزم بيه خلي لسانك كده ملتزم بالذكر، بالتسبيح، بالحمد، بالشكر، بكل حاجة حلوة في حياتنا. نحمد بالدعاء، اللهم اصلح ولادنا يا رب العالمين. اللهم اهديهم، اللهم يعني خليهم لينا وما نتحرمش منهم يا رب العالمين، ونجحهم. لازم لسانك كده وانت بتشتغلي لازم يكون كل حاجة تتكلمي فيها ذكر. صلاة على النبي. اشغلي يعني عاملة، انا بعمل كده بشغل نفسي بالحاجات دي كلها، مش شغلة نفسي بأي حاجة تانية في الدنيا دي كلها. الحمد لله والشكر لله. شايفين دوت كده كده خلصت. كنت حاطاهم بقى في علبة لونها جميل، بس عشان انا مشغله الفلاش والاضاءه فمخليها تحس انها صفرة شويه، لكن هي بصراحه خضرة حلوه قوي يعني. بصوا بقى، يعني ام فؤاد مسمينها ام فؤاد محشي. ليه بقى ام فؤاد محشي؟ علشان انا بعمل محشي كتير. طب بتعملي محشي كتير ليه يا ام فؤاد؟ اقول لكم لان انا بفرز الخضره، الطماطم، ايه تاني، الكرنب، الورق عنب. يعتبر حاجه المحشي كلها جاهزه، فبالتالي اسهل كل حاجه يعني. انا بحط في الكبه كام بصلايه واروح حطاها، اقلبها على النار، وطلع كيس الصلصه، كيس الخضره، ادي كده عندي خلطه المحشي جاهزه يا دوب بس هنلف. فبالنسبه لي ان دي سهله جدا. ما تنسيش بقى يا قمر تحطي لايك. بصوا بقى بعد كده حطيتها في اكياس زي ما انت حسب الوجبه اللي انت عايزاها. دي تنفع للسلطه، تنفع لكل حاجه. بحطها في الاكياس كده واروح اقفلها بالدباسه، اقفليها باي حاجه انت تتقفل، تربطيها، تعملي اي حاجه انت عايزاها يعني. بتبقى جميله جدا وبتفضل معايا والله السنه بالسنه، وخضره وجميله. ما تنسيش تحطي لايك يا قمر واشتراك للقناه، واشوفك في فيديو جديد. باي باي. لا اله الا الله.